السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايين نعمل سندوتشات الشاورما. طبعا نسبة لغلاء الاسعار في اللحمة والفراخ فاحنا ممكن نستبدلها بالتوابل الشرقية. هنعمل النهارده شاورما بالتوابل الشرقية والبطاطس. اول حاجة كده معانا بمعدل ربع كيلو من التوابل الشرقية، ومعانا بطاطس مقطعينها عشان نحمرها، ومعانا طماطم وفلفل و وبصل. اول حاجة كده بنجيب البصل وبنقطعه نص دايرة كده زي ما انت شايفة، وبنقطع كمان الفلفل وبنقطع الطماطم. بس هنا الطماطم احنا هنطلع المية والبذر منها علشان ما تبقاش باينة معانا في سندوتشات الشاورما. زي ما انت شايفة كده انا كنت بطلع منها البذر والطماطم والمية، وبقطعها برضو صوابع رفيعة كده. زي ما انت شايفة كده انا كل ده هخلص تقطيعه كله وهركنه على جنب. وبعد كده هجيب بقى التوابل الشرقية دي وهقطعها كده حتت صغيرة كده او دواير. وبعد كده بقى بجيب طاسة كبيرة كده واحطها على النار، وبنزل بيها بشوية زيت وحبة من الثوم بمعدل معلقة صغيرة من الثوم، عشان انا هشوح التوابل الشرقية دي في الثوم. بيبقى طعمها حلو قوي يا بنات، جربوا الوصفة دي هتعجبكم قوي، وولادكم كمان هيحبوها قوي. طبعا كل الولاد بيحبوا سندوتشات الشاورما، فطبعا مش هنحرمهم منها، يعني بنعمل في بدايل. زي ما انت شايفة كده هنقلبها كده في الثوم، وبعدين بننزل عليها بالبصل برضو لما البصل ياخد تشويحة كده مع التوابل الشرقية دي. وبننزل بقى بالبهارات، ملح، فلفل، شوية كزبرة ناشفة، وشوية بهارات، 7 بهارات، ونص مكعب مرق. وبنبدأ نقلب كل المكونات في بعضها كده، لحد ما البصلة بس تدبل حاجة بسيطة معانا. بننزل ببقية المكونات اللي الطماطم والفلفل زي ما انت شايفة كده. صلوا على النبي يا جماعة. وفضلا طبعا وليس امرا ان تشتركوا في القناة بتاعتي وادعموني، عشان قناتي لسه جديدة ونفسي انها تكبر ان شاء الله بيكو، عشان بجد الفيديوهات اللي انا بقدمها تعجبكم والقناة كمان تعجبكم. هنا بقى انا كنت حطيت كل المكونات وخلاص كده هي كانت استوت، وانا خلاص كده جبت بقى العيش السوري. طبعا العيش ده انا اللي عاملاه، يعني ارجعي كده على القناة هتلاقيني في فيديو انا عاملة فيه طريقة العيش اللي هو عيش الصاج او العيش السوري. حلو جدا يا جماعة بجد، ممكن تحطيه في الفريزر وتطلعيه في اي وقت كأنك لسه عاملاه حالا. ودي كمان كنت عاملة تومية برضو مصوراها وحطها على القناة. هتخشي برضو القناة هتلاقيني عاملة طريقة التومية السوري برضو حلوة قوي وسهلة جدا. كل حاجة تعمليها في البيت على فكرة هتوفري كتير جدا من بره، وبنفس الوقت يعني حاجة حلوة الولاد بيحبوها واحنا كمان ككبار بنحبها. زي ما انت شايفة كده هنحط كده على السندوتشات على العيش التومية كده اول حاجة، وبعد كده بقى بننزل بالشاورما بتاعتنا بقى اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي اهو. بننزل بقى كده في السندوتشات. مفيش احسن طبعا من الحاجات البيتي، الحاجات اللي معمولة بايديكي انتي نظيفة، وحاجة انتي ضمناها وعارفة يعني بتتعمل ازاي. بتبقى حلوة جدا، وكمان عشان الاسعار كمان فبتبقى حاجة موفرة معاكي. زي ما انت شايفة كده بننزل بقى بالشاورما كده، وبعديها بقى بنحط طبقة البطاطس اهو. طبعا بقى وبنلف بقى السندوتش كده، وبصي بقى بيبقى احلى سندوتش والله. الوجبة دي طبعا تنفع غدا وتنفع عشاء كمان، حلو قوي. اهو انا كده خلصت السندوتشات وهحطها بقى في الجريل علشان بقى يعني تديني التطليعة بقى بتاعت السندوتشات زي بتاعت المحلات كده اهو. زي ما انت شايفة كده انا حطيتها بقى هنا على الجريل، هتاخد مثلا بمعدل 5 دقايق كده على الوش ده وعلى الوش ده، وبعد كده هوريها لك. انا بس كنت بغطيها كده علشان السندوتش يسخن.
طبعا لو عندك بقى موتزاريلا ممكن تحطي معاها، عندك جبنة رومي ممكن تحطيها. بصي بقى دي حاجة بترجعلك انتي، اي حاجة موجودة عندك ممكن تحطيها. انا طبعا ما كانش موجودة عندي الجبن دي فما حطيتهاش، بس عادي يعني. عايزة اقولك ان السندوتشات كانت حلوة جدا وطعمها حلو جدا جدا بجد، والولاد انبهروا جدا بيها وعجبتهم قوي. هنا بقى طبعا خلصتي السندوتش، طبعا بتطلعي بقى تقطعيه كده وبتقدميه بقى للولاد. بصي شكله من جوه كان عامل ازاي، حلو جدا. شوفي كان سخن خالص، عايزه اقولك كان طعمه حلو جدا جدا جدا. بصي حلو قوي. جربوا الوصفه دي يا بنات وهتعجبكم قوي. شوفوا شكله بقى، ده الشكل النهائي، شكله حلو جدا. وبجد حاجه كده جديده وحاجه بديله بقى عن اللحمه والفراخ.